السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكل عشاق كرة القدم، كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة وهنا، وعيد فطر مبارك عليكم جميعا. نظرة سريعة على مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. طبعا يا جماعة، هارد لك لكل جماهير النصر يودع بطولة الكأس من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من الوحدة بهدف مقابل لا شيء. النصر يا جماعة بيخسر البطولة التانية بعد خسارته للسوبر السعودي وخروجه برضه من قبل النهائي أمام الاتحاد. النهاردة شفنا النصر بيخسر من الوحدة وبيودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبنسبة كبيرة النصر لسه الدوري في الملعب، ولكن مظنش ان نادي الاتحاد بعد خروجه من الكاس هو الآخر ان هو هيفرط في صدارة الدوري السعودي. يعني بنسبة كبيرة نادي النصر هيخرج بدون أي بطولة الموسم ده، الموسم الأول للنجم الدون كريستيانو رونالدو. يعني يا جماعة، أنا في عندي كلمتين. إدارة نادي النصر أخطأت خطأ كبير جدا، إن هي مشت المدرب الفرنسي جارسيا. يعني طبعا مشيت المدرب في وقت حرج جدا، انت على اعتاب نهاية الموسم، على اعتاب حصاد البطولات. كان يعني تفكير خاطئ ان انت تمشي المدرب اللي عارف الفرقة من اول الموسم، ويعني اللي على دراية كبيرة باللاعبين. دي الحاجة التانية، يعني كريستيانو رونالدو. يا جماعة، أنا يعني من عشاق كريستيانو رونالدو، هو اللاعب التاريخي الأول بالنسبة لي في كرة القدم. كريستيانو يعني هنقول إيه ولا إيه، ولكن لازم هنا يكون في وقفة. كريستيانو رونالدو النهاردة يا جماعة 38 سنة. أي نعم، الراجل محافظ على جسمه، الراجل لاعب مخضرم ممكن يخلص من أي فرصة، ولكن السن يا جماعة له أحكامه. السن ليه أحكامه. كريستيانو مش هتقدر إن أنت تعول عليه طول المباراة، أو إن أنت تحط الأمل إن هو اللي هيكسبك المباريات أو البطولات. لازم لاعبي النصر يعني المنظومة كلها تشتغل، ما يكونش الاعتماد كله على كريستيانو. كريستيانو ممكن الكورة يخلصها، ضربة رأسية يطلع فيها يحطها، ولكن المجهود النهاردة لو تلاحظ كريستيانو باين على وشه التعب، حتى في المهارة في الترقيص مش قادر. نعذره يا جماعة. يعني معلش أنا برضه هقول كلمتين. صفقة كريستيانو رونالدو، لو جماهير النصر او الجمهور السعودي عموما حط امل ان هو جايب كريستيانو عشان ان هو يشيل الفرقة او ان هو يحقق بطولات، لا يا جماعة، التفكير ده خاطئ. كريستيانو رغم احترامنا الشديد له طبعا كلاعب تاريخي، ولكن الصفقة في العموم هي صفقة معنوية. طبعا ادت يعني تسويق كبير للدوري السعودي. أنظار العالم كلها توجهت نحو الدوري السعودي. نادي النصر خصوصا الأنظار توجهت إليه. البث الفضائي، القنوات العالمية، ده شيء جيد جدا، ولكن كريستيانو ما تقدرش تعتمد عليه بشكل كبير. النهاردة تاليسكا يعني ما شفتوش. جوستافو. لاعبي النصر لابد أن تعمل المنظومة، وما يكونش الاعتماد كله على كريستيانو رونالدو. يعني احنا بنتمنى التوفيق لنادي النصر فيما هو قادم. النهاردة طبعا يا جماعة برضو عشان يعني كان سوء الحظ له جانب. يعني زي ما شفنا الوحدة، ألف مبروك يعني طبعا لجمهور نادي الوحدة السعودي، الصعود لأول مرة للنهائي، أو مش من أول مرة، من 50 سنة ما وصلوش لنهائي
كأس خادم الحرمين الشريفين. بنتمنى لهم التوفيق طبعا، فريق مجتهد، ولكن النهاردة الحظ ساندهم كتير. الفرصة الوحيدة أو الكرة الوحيدة على المرمى قدروا إن هم يسجلوها. وطبعا شابوه للحارس المغربي، الحارس منير محمدي، اللي قدر إن هو يتصدى لعدة كرات وتصدى لفرصتين في غاية الخطورة من كريستيانو رونالدو. يعني يا جماعة بجد الحارس المغربي النهاردة مش هو نص الفريق، ده كان 3/4 الفريق. طبعا بننتظر المباراة النهائية بين الهلال والوحدة، وبنتمنى التوفيق فيما هو قادم لجماهير نادي النصر، وبنتمنى إن شاء الله التوفيق لنادي الهلال السعودي في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني. إن شاء الله يوفق الهلال في إحراز اللقب الآسيوي، وبنتمنى كل التوفيق للكرة السعودية، وكل التحية للجماهير وللشعب السعودي الحبيب اللي أنا بحبه، الحبيب على قلبي. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.